سيدنا سليمان على نبينا وعليه السلام، مش ربنا سخر له الجن؟ مش كده؟ يعملون له ايه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ايه؟ راسيات. طيب حينما اجتمع في جنود بتوعه والناس اللي حواليه قال ايه؟ مش قال ما لي لا ارى الهدهد والعمليه بتاعته ده؟ وبعدين الهدهد جه قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. قال الهدهد الحيوان اللي اقل منا مرتبه قال بيقول له ايه؟ انا احط بما لم تحط به. يبقى كأن كل واحد له ايه؟ له قانون، كل واحد له. وقالها بجرأة كده، انا احط بما لم ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكه. الله جاب له المسألة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دي كله مش حاجة، وجدتها وقومها. اللي يهم سليمان بقى كرسول، لأن سليمان يتميز بأنه رسول وملك، فجاب الحتة الأولانية بتاع الملكية، إني وجدت امرأة إيه؟ تملكه وأوتيت من كل شيء إيه؟ ولها عرش عظيم. دي مقومات مين؟ مقومات الملك. هات الحته الثانيه كرسول بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. دي مضايقه الهدهد قوي، كأن الهدهد عارف قضيه التوحيد وقضيه الايمان، بدليل انه تعب قوي لما لقى. وبعدين بقى يقول ايه؟ الا يسجدوا لله، يبقى عارف مين اللي يستحق السجود. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض. ولاحظوا بقى انه جاب حته الخبء دي. طب اشمعنى هي دي اللي بتاعت ربنا؟ قال لك لان طعامه دايما من تحت الارض، ينقر ويطلع. حته رزقه دي بقى الشاي. والقصه بقى مشيت لحد ما جت سبق وجيب القيس وحصل بقى، وقال للجالسين معه ايه؟ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. الله، طب قبل ان ياتوني مسلمين يبقى يدل على ان سليمان عليه السلام كان على علم بان بلقيس في الطريق اليه قبل ان ياتوني. طب واحد يقول له ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، يبقى معناها انه يعمل ايه؟ يروح من عند بيت المقدس مثلا وتاني يروح عند اليمن ويحل العرش ويجيبه قبل مين؟ طب بالله دي قانون بشري يجيبها دي؟ طب دي تيجي ازاي؟ مفهوم الكلام؟ ولذلك لم يتكلم انسي عادي. الانس العادي إيه؟ لان قانونه ما يقدرش على كده. ايه اللي طب ده انت بتقول اهو قبل ان ياتوني، وهم ما دام قبل ان ياتوني يبقى انت عرفت انهم ايه؟ انهم جايين. تبقى انت عايزني انا اروح من هنا واروح احل العرش واحمله واجيبه قبل ما يجوا؟ دي مش مساله، مش لا. ولذلك شوف عرفنا من هذه لا تقف ما ليس لك به علم. كل واحد قاعد في قلب امل ايه؟ عفريت من الجن، مش عفريت، قال عفريت من الجن، مش جن عادي برضه، لان احنا قلنا زمان كده ان برضه الجن فيه عفاريت وفيهم لبخ برضه زي الناس. قال عفريت من الجن يعني جن ايه؟ جن شاطر يعني. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طب مقامه ده بيقعد قد ايه؟ ما نعرفش. يا ترى بيقعد ويقوم ساعه، ساعتين، ثلاثه؟ يبقى خدت زمن ولا اللي هو زمن ايه؟ زمن مقامه. واني عليه لقوي ايه؟ امين. قال الذي عنده علم من الكتاب. بقى الانس العادي ما تكلمش، العفريت من الجن قال انا اتيك قبل ان تقوم من مقامك. ام الانس اللي ربنا اداله فتح في الكتاب طغى على الحق، قال له لا ده انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ده على ما يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك شوفوا الاداء العاجل في القران، اداء الحركه. فلما رآه مستقرا عنده، المساله مش عايزه حاجه بقى. طب بس هيقول ايه يعني؟ لازم فلما رآه مستقرا ايه عنده. الشاهد ان الجن
قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له قانون. قانون في الانتقال، قانون في الحركه، قانون في الايه؟ في السرعه. يبقى كل جنس من الأجلاس له القانون المناسب له. كلام على الأول.